بسم الآب والابن والروح القدس الآن واحد آمين. تحل علينا نعمته وبركته الآن وكل أوان ورضاها الدهور كلها آمين. إنجيل الجمعة النهاردة من الأسبوع الثالث من الصوم الكبير، جزء من إنجيل معلمنا لوقا إصحاح 11. كان السيد المسيح له المجد يخرج شيطانا، والشيطان ده خلى الإنسان أخرس، يعني خليه مش عارف يتكلم، مش عارف يسبح ربنا، مش عارف يمجد ربنا. والعهد القديم كان يقولوا إن سبب المرض هو خطية، وهو ده اللي شفناه مع الأخرس، إن وجود الشيطان جواه، وجوده تحت سلطان إبليس خلاه في مرض وخلاه مش عارف يتكلم. الله خلق اللسان عشان يمجد الله ويكرز بالله ويسبح الله، إنما وجود الخطية تقفل الحتة دي، تمنع عمل النعمة جوانا. وجود الخطية تشوه الخليقة الأصلية. الله خلقنا على صورته ومثاله، الله خلقنا في أحسن صورة، إنما بوجود الخطية بسقوط الإنسان أصبح في حاجز ما بين عمل النعمة جوانا وما بين حياتنا مع الله. ليوناردو دافنشي لما جه يرسم صورة العشاء الأخير قعد يدور على شاب ملامحه مريحة تدي سلام، تدي هدوء، عشان يرسم السيد المسيح للمجد. بعد ما لقاه خدوا المرسم وقعد يرسمه. بعد كده ما خلص قعد يدور على التلاميذ والشخصيات المناسبة لكل تلميذ، لحد ما بعديها بكام شهر وصل لشخصية عايز يرسم يهوذا، فقعد يدور على شخصية فيها كآبة، فيها حزن، فيها شر، وقعد يدور عليه. ولما لقاه خدوا المرسم وقعد يرسمه. أول ما الشخص ده دخل المرسم انهار في البكاء. قال له: أنت بتعيط ليه؟ قال له: عشان أنا اللي كنت هنا من كام شهر بترسم مني المسيح، بس أنا مشيت في سكة الخطية، والخطية شوهت صورتي، خلتني دلوقتي شبه يهوذا مش شبه المسيح. هو ده فعل الخطية في حياتنا، هو ده لما بنسلم إرادتنا لإبليس يغير صورتنا ويشوه صورتنا. عشان كده اليهود قعدوا يتكلموا مع المسيح إن أنت بتخرج الشياطين عشان أنت بسلطان الشياطين، وقعد يحكي لهم إن الشيطان ما ينفعش ينقسم على نفسه، وكل مملكة منقسمة على ذاتها. وقال لهم كده: من ليس معي فهو علي، من لا يجمع معي فهو يفرق. لو أنا مش في معية المسيح، لو أنا مش في سلطان المسيح، يبقى أنا في سلطان إبليس. اوعى تقول أنا بحب ربنا وتعمل أعمال لا تليق باللي بيحب ربنا. اوعى تقول أنا ابن الله وأنا في معية المسيح وتعمل أعمال وسلوكيات لا تليق بسلوكيات المسيح. المسيح كان يقول يصنع خيرا، كان لا يصيح ولا يسمع أحد في الشوارع صوته. قال: تعلموا مني لأني وديع ومتواضع القلب. هو ده صورة المسيح. لو أنت مش على الصورة دي يبقى أنت مش على صورة المسيح، يبقى أنت على صورة إبليس بعد الشر عليه. لأن لو أنت بتزرع انقسامات، لو أنت بتزرع تحزبات، لو أنت بتزرع خناقات، يبقى أنت بتفرق، أنت مش بتجمع. اللي مع المسيح يجمع، اللي مع المسيح يزرع سلام، ما يزرعش نميمة ويزرع تحزبات ويزرع فرق. لو أنت ماشي في السكة ديت يبقى راجع نفسك وراجع معيتك مع مين. لأن أكتر حاجة تخلي الإنسان يزرع تحزبات على عكس إرادة الله هو ذاته. الواحد لما يبقى ذاته هي اللي بتقوده يبقى عايز رأيه هو اللي بيمشي، عايز فكره هو اللي يمشي، عايز سلطته، عايز أنا فين في المشهد، عايز أنا فين في الصورة، عايز أنا اللي أظهر. إنما اللي ماشي مع المسيح يقول: لا، ينبغي إن هذا يزيد وأنا أنقص. فأنت راجع معيتك، أنت ماشي في معية مين؟ معية الله ولا معية إبليس؟ الكنيسة رتبت إن الإنجيل ده يتقري في أسبوع الابن الضال. إحنا طول الأسبوع ده أسبوع الابن الضال، ونيجي يوم الحد نقرأ إنجيل الابن الضال. فعشان كده طول الأسبوع إحنا بنقرأ الأناجيل اللي فيها توبة ورجوع إلى الله، وكأنها دعوة من الكنيسة إن أنت قبل ما توصل لنص الصوم الكبير تراجع أنت بتعمل إيه. أنت بتنشر سلام زي مسيحك؟ أنت بتنشر فرح زي مسيحك؟ ولا أنت بتنشر تحزبات وحزن وضيقة؟
خليك دايما مصدر سلام زي إلهك، خليك دايما مصدر فرح. راجع معيتك وشوف أنا ماشي في سكة مين، أنا مين اللي بيقودني، مين اللي ليه سلطان عليا. عشان لو أنا مش سلطان المسيح هو اللي عليا، هيبقى سلطان إبليس، وده وقتها همشي في سكة تانية خالص. خليني أراجع معيتي وأقول له يا رب كده أنا من النهاردة براجع سلطانك عليا، وبسلمك أنت قيادة دفة حياتي، أنت تقود تصرفاتي، تقود أفكاري، تقود قلبي، أنت تكون ملك على قلبي، عشان أكون صورة حية ليك وأكون معاك بجمع مش بفرق. احنا بنصليها في القداس كده، وحدانية القلب التي للمحبة فلتتأصل فينا. لو أنا إنسان مسيحي بجد يبقى أنا هزرع محبة، لو أنا إنسان مسيحي بجد هزرع وحدانية، لو أنا إنسان مسيحي بجد هزرع سلام، وإلهنا المجد دائما أبدين آمين.